الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة استطلاع تاريخي قام به طاقم المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بجهة الدار البيضاء سطات من حيث الأنشطة والمشاريع تخليدا لهذه الذكرى المجيدة، الذكرى الوضاءة في الذاكرة النضالية الوطنية، ومشاركتنا ضمنيا وحضوريا وعن بعد بحكم تواجدنا مشرفين على هذا المكتب الوطني بجهة الدار البيضاء سطات، وقد هم كل العمالات والأقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء سطات. وجاء التصنيف الجهوي كما تتبعناه كما يلي: أولا إقليم الجديدة عمالة المحمدية وإقليم النواصر، ثانيا إقليم برشيد وإقليم بن سليمان، ثالثا إقليم سطات إقليم سيدي بنور، رابعا عمالة الدار البيضاء، وخامسا إقليم مديونة. الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. المسيرة الخضراء المضفرة احتفالنا بذكرها من طنجة إلى القويرة باعتبارها ملحمة تاريخية تجسد كل مظاهر الاعتزاز والإكبار في أجواء الحماس الوطني والتعبئة المستمرة واليقظة الموصولة حول قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية المقدسة. إنها من أغلى وأعز الذكريات الوطنية المجيدة في مسلسل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. المسيرة الخضراء في ذكراها 49 أبدعتها عبقرية الملك الموحد جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه، والتي انطلقت فيها جماهير المجتمع المغربي من سائر ربوع الوطن بنظام وانتظام في اتجاه واحد صوب الأقاليم الصحراوية المغربية لتحريرها من براثن الاستعمار الإسباني بقوة الإيمان وبأسلوب حضاري سليم من نوعه أظهر للعالم أجمع صمود المغاربة وإرادتهم الراسخة بتماسك والتحام قمة وقاعدة، وبكل حزم وإيمان وإصرار والانفتاح وتأسيس المشاريع والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالصحراء المغربية يواصل جلالة الملك محمد السادس نصره الله مسيرة النماء مدافعا عن حوزة المغرب من الشمال إلى الجنوب، عازما على إنهاء النزاع الإقليمي المفتعل بشعار الله الوطن الملك.
تخلى ملء قلبي وجفوني.